في نهاية فيلم تيتو البطل تيتو بيموت، لكن الحقيقة ان تيتو ما ماتش ولسه عايش. اصل رفعت السكري راجل تقيل في البلد، لازم يحافظ على شكله في المجتمع، بس هو جواه مجرم عايز يعمل جرايم، فيقوم يصطاد تيتو اللي طالع من الاصلاحية ولا ليه اهل ولا ليه تعليم وعايز فلوس، يخليه هو يعمل الجرايم بتاعته عشان يبقى هو في السليم، وفي المقابل يديله فلوس ويسكنه في فيلا ويلبسه بدل ويفتح مطعم وكمان يختلط باوساط الاغنياء، لدرجة ان تيتو يتخيل ان هو ممكن فعلا ينضف ويتمسح الماضي بتاعه. لكن وقت الجد رفعت السكري بيضحي بتيتو وبيسلمه وبيموت كمان. صحيح تيتو مات في احداث الفيلم، بس تيتو لسه عايش في الاحداث اللي احنا بنعيشها اليومين دول. تيتو ممكن يكون التيك توكر اللي ما كانش حيلته حاجه وفي حد بيستغل وجهه لغسيل اموال، وتيتو ممكن يكون بتاعه الفسيخ اللي ما حيلتهاش اللضا بس في حد بيستخدمها وجهه للاعضاء، وتيتو ممكن يكون الست الزوجه الغلبانه اللي عايزه فلوس تربي عيالها فحد بيستغلها انها تبيع جزء من اعضاء جوزها علشان تاخد فلوس، وتيتو ممكن يكون البنت الصغيره اللي لسه ما جابتش 18 سنه وفي حد بيستغلها وجهه لعمليات مشبوهه، ونماذج تانية كتير موجوده اليومين دول. اي نعم في الاحداث الحقيقيه اللي عايشينها احنا عرفنا مين هم تيتو، بس مستنيين بقى نعرف مين هم رفعت السكري. الفيلم بيحكي عن تيتو، طفل من اطفال الشوارع، هو وبعض اصحابه بيعملوا جريمه قتل امين شرطه، فبيخش تيتو الاصلاحيه بيقعد فيها 16 سنه، بيخرج منها مجرم اكتر من الاول. الظروف بتوديه ان هو بيشتغل لصالح رفعت السكري اللي بيستغل منصبه في الشرطه وبيبلغ تيتو بميعاد حملات الشرطه على تهريب الاثار والسلاح والممنوعات. تيتو يعمل العمليه والغنيمه تتقسم بينهم هما الاثنين. تيتو بيعتبر رفعت السكري ده ابوه، حتى في الجمله الشهيره انا بابا يالا، زي ما كده بالظبط في واحده بالنسبه لهبه التركي ولام مكه هي امه. تيتو بالصدفه بيقابل فارس غني بس نظيف، فهنا بتتغير وجهه نظر تيتو انك ممكن تبقى غني من طرق نظيفه مش لازم من طرق الاجرام. تتغير وجهه نظره اكتر لما بيتعرف على نور اخصائيه التخاطب اللي بيعجب بيها وبيعجب بكلامها، طول الوقت بتقول له ان الاطفال مش ذنبهم انهم اتولدوا لقوا نفسهم في ظروف لازم احنا نساعدهم ونتقبلهم. لما رفعت السكري بيحس ان تيتو بدا يحاول انه ينضف فبيقرص له ودنه وبيهد له المطعم بتاعه، فتيتو بيقول لرفعت السكري انا معايا ورقه ادخلك بيه السجن، فرفعت السكري بيضحي بيه وبيسلمه وهم بيقبضوا عليه بيخلصوا عليه، وفي الاخر رفعت السكري كمان بيتقبض عليه. عبقريه قصه فيلم تيتو انها بتورينا ان الانسان هو نتيجه للظروف اللي اتربى فيها. تيتو لانه طلع في ظروف سيئه جدا ومفيش حد بيربي وطلع في الشارع، نتيجه ان هو بقى مجرم بقى يشتغل لصالح رفعت السكري وبيشتغل في حاجات شمال، رغم ان تيتو هو انسان فطرته نظيفه، يعني هو طول الوقت كان بيروح على كوبري امبابه ويعيط وانا عايز اتوب وعايز دي تبقى اخر عمليه. وحتى لما قابل فارس اللي هو عمرو واكد بالصدفه تستجدع معاه وقال له يا باشا على فكره انت بتتقلب وبيعملوا عليك مصلحه. وفارس ده شخصيا هو شخص نظيف لانه اتولد في ظروف نظيفه، ابوه رجل اعمال وفي فلوس فهو مش محتاج يروح للشمال. حتى الطفل اللي اسمه رضا تيتو كان عارف ان الظروف اللي هو فيها لانه مرمي في الشارع هتخليه يطلع تيتو رقم 2، عشان يطلعه انسان كويس حاول يغير له الظروف بتاعته، خده هو ونور وودوه في بيت تاني عند اسره محترمه علشان لما يغير ظروف النشأة هيطلع ده شخص محترم. ودي تاني حاجه عبقريه في الفيلم، الفيلم كان بيناقش قضيه اطفال الشوارع اللي هي في الاول تيتو الطفل ده طفل شارع لما كبر بقى مجرم، والطفل رضا اللي هو بنحاول ننقذه علشان ما يبقاش مصيره زي مصير تيتو. من الحاجات العبقريه في قصه فيلم تيتو انه ورانا ان اي واحد مش لاقي اللضا وفجاه يبقى غني وعنده مطعم وعنده فيلا ومن رجال المجتمع ومفيش مصدر دخل واضح، اكيد الحد ده شمال ووراه حد شمال. يعني تيتو ما كانش لاقي حاجه وفجاه بقى غني، السبب في ده ان هو شغال في العمليات الشمال مع خالد صالح، واكيد مش هيعرف يشتغل في العمليات دي لوحده، هو راجل غلبان، فلازم يكون وراه رفعت السكري اللي معاه سلطه ومعاه معلومات يديله بقى معلومات امتى الشرطه هتهجم وانت تروح ازاي. زي كده ما احنا شايفين اليومين دول ان في تيك توكرز من تحت الصفر ما يعرفوش اي حاجه واتقبض عليهم في غسيل اموال وتجاره اعضاء وبلاوي متلتله. اكيد الناس الغلابه دول ما يعرفوش يعملوا الحاجات دي لوحدهم، دول الناس كان اقصى طموح انهم ياكلوا لقمه جبنه، فاكيد في حد وراهم مسنود هو اللي بيشغلهم وبيسرحهم، والحد ده ما وقعش لحد دلوقتي. من الحاجات الحلوه في فيلم
فيلم تيتو ان هو ادانا امل في وسط ما احنا شايفين شخصيه تيتو والشخصيه المفتريه اللي بيقتل وبيعمل جرايم، لكن ورانا ان هو فطرته نظيفه. وده بيعرفنا انه حتى لو انت طالع في ظروف وحشه، الفطره النظيفه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها هتفضل موجوده. بس فيلم تيتو رجع سحب مننا الامل تاني بشخصيه نور، اللي هي كانت في الفيلم ده بتمثل المجتمع. فضلت طول الوقت بتقول لتيتو الاطفال ظروفهم احنا لازم نغيرها، ولو طفل شوارع لازم نتقبله، وترفع شعارات زي الشعارات اللي المجتمع بتاعنا بيرفعها. بس وقت الجد لما اكتشفت ان تيتو ده طفل شوارع وانها هتتجوزه وتلبس فيه، قالت له لا، انا اطفال الشوارع دول اتعاطف معاهم بس ما اتجوزهم زي ما المجتمع بتاعنا برضو بيعمل. ودي كانت سبب في ان تيتو انتكس، عرف خلاص ان هو مش هيعيش، راح بقى دخل في العركه اللي دخلها مع رفعت السكري واللي انتهت بان هو مات. كأن الفيلم بيقول لنا ان طول ما مجتمعنا مش راضي يتقبل الشخص اللي كان اصله وحش بس بيقرر انه ينضف، مش قابل انه يحتويه وهيفضل حاطه في خانه ان هو مجرم، هتبقى النتيجه ان الشخص اللي طلع كده ظروفه وحشه ما قداموش حل من الاثنين، يا يكمل في سكه الاجرام يا اما يموت وما يعيش. طبعا احنا بنتكلم عن عبقريه قصه تيتو، لازم ندي الحق لاصحابه. اللي كاتب القصه دي طارق العريان اللي هو مخرج الفيلم، ومحمد حفظ. بما اننا برضو بنتكلم عن القصه الحلوه فما ينفعش ما نتكلمش عن التمثيل العظيم. اعظم حد في الفيلم ده طبعا هو خالد صالح. اعتقد ان دوره في الفيلم ده يعتبر اهم دور ليه، وممكن نقول معاه دوره في هي فوضى ودوره في فيلم عمارة يعقوبيان. تحس خالد صالح بيليق جدا في ادوار الشر وبيعملها بشكل حلو قوي. احمد السقا برضو انا بعتقد ان ده افضل فيلم هو مثل فيه، وعموما بالنسبه لي ده افضل فيلم لاحمد السقا، لانه كان في الفيلم ده بيمثل بعينيه، مفيش افواره في الرياكشنات، مفيش افواره في حركه كتفه او في حركه جسمه، وكمان كان عامل الاكشن حلو قوي. وكل الممثلين اللي في الفيلم تمثيلهم حلو، يعني طبعا حنان ترك اكيد تمثيلها كان كويس، وعمرو واكد تمثيله كان حلو جدا، حتى الطفل اللي كان عامل دور رضا برضه كان تمثيله حلو. فده معناه انه المخرج طارق العريان كان بيوجه كويس قوي. وبما اننا بنتكلم عن التمثيل، من الحاجات اللي معرفش كلكم عارفينها ولا لا، احمد مكي طلع في الفيلم ده لقطه واحده، فدي هعتبرها من مزايا الفيلم لان انا بحب احمد مكي. بينتهي فيلم تيتو بان تيتو بيموت، تنزل بعدها جمله عبقريه بتتغنى: الحكايه ما بتنتهيش لطفل جوايا كان نفسه في يوم يعيش. عشان الفيلم يوصل لنا الرساله النهائيه ان طول ما في ظروف وحشه بتطلع اطفال في الشوارع، وطول ما في امثال لرفعت السكري اللي بيستغلوا ظروف الاطفال دول وبياخدوهم في سكك شمال، وطول ما المجتمع زي نور بيرفض انه يقبل الناس دي بحقه حقيقي وانه يحتويهم عشان ينتشلهم اللي هم فيه، هيفضل نموذج تيتو ده موجود في مجتمعنا الى ما لا نهايه. فيلم تيتو هو من انجح الافلام اللي اتعملت في السينما المصريه، وعمل ايرادات كبيره جدا وقتها، مع ان الفيلم ده مش كوميدي، هو فيلم درامي ومليان مشاهد تمثيليه وتمثيل تقيل، والفيلم بيناقش قضيه ويمكن اكتر من قضيه كمان، والسكريبت بتاعه سكريبت تقيل، ولحد النهارده عايش منه جمل احنا بنقولها، زي جمله انضف قبل ما تكبر والوساخه تكبر معاك، او جمله انا بابا يالا، او جمله انا عملت كل حاجه غلط الا ان ابيع واحد صاحبي. والفيلم ده اتعمل في الالفينات، يعني مش من 70 سنه. فدي بقى رساله لكل صناع الافلام اليومين دول اللي بيقولوا اصل انا ما اقدرش اعمل فيلم جد وتقيل وبيناقش موضوع، مش الفيلم هيسقط، مفيش جمهور هيخش. طب ما هو فيلم تيتو اهو نجح، وده مش من بعيد، ده من 20 سنه تقريبا، يعني الجمهور اللي دخل لسه موجود لحد النهارده. ودي برضو رساله لاستاذ احمد السقا شخصيا، يعني انت كانت بدايتك حلوه جدا، اذا كان فيلم تيتو، اذا كان فيلم مافيا، وليك افلام حلوه. للاسف انت مؤخرا بتعمل حاجات مش هقول انها وحشه، بس هي اقل من المستوى اللي انت كنت بادي بيه، فيا ريت ترجع تاني للمستوى العالي جدا اللي انت كنت بادي بيه. شوف بقى تتعاون مع مخرجين، مع مؤلفين تقال زي اللي كنت بتتعاون معاهم. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، ولو انت من العتاوله اللي عارفينها من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسله ملخصات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او سلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هلسيه هبديه في حب الفنانه كذا، كلها بس وبس. هسيب لكم لينك الحلقه منها، لو معاك وقت وجهد وباقه وطاقه يبقى خش اتفرج وقول لي رايك. لو الفيديو عجبك ابقى تنشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي ايه اللي مش عاجبك في الكومنتات. ونختم دلوقتي بالكلمه اللطيفه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غوره.